لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1107 لواني كان تفسير القرآن في رزمين وخزمتان بس رضامندي رب العالمين وهي وادان بأوي آزي السودي لور بغرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بەڵێ بەڕێزان رب العالمين باز لإنسان دەکا ئەو ئینسانە بە تەبیعات وایە کاتێکەوە ناخۆشی بەسەردادێ ئیتر لە الله تعالى دەپاڕێتەوە لە هەموو حاڵەتێک لەو کاتێ لەسەر لا تەنیشتە لەو کاتێک کە لە دانیشتنە لەو کاتێک کە لە پێوەیە واتە لە هەموو حاڵەتێک لە خوای گەورە دەپاڕێتەوە ئەگەر بێت و ئەو دڕ و ناخۆشیەی لەسەر لا بدا. بەڵام کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانە وتەعالە ناخۆشەکە لەسەر لاتدا ئەو ئینسانە بێ ئەمەک سوپڵەیە وا هەڵسوکەوت دەکا کە ئەنەما ڕۆژێک لە ڕۆژان لەخوا نەپاڕایتەوە هیچ وعدێکی بەخوا نەدا. ئیتر دەفەرمی ئابە و شێوێ مسریف و زێدەڕۆیەکان کار و کردەوەکانە لە بۆ دەڕازێنرێتەوە. دیارە مناسبەی ئەو ئاەتە لەگەڵ ئاەتەکان پێشووتر وەکو ئیمام رازی دەڵێ أن الله تعالى حكى عن الكافرين أنهم يستعجلون في نزول العذاب. كاتي كافر كان بلدكا لدابزين عذاب كاتك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم ديان ترسيني أقل لكفر بردوان بن عذاب ديت السريان أوانش بقال تزاري ولبرو إيمانيا بينيا بلدكا لهاتني عذاب. يتلو تتابعان دكا لو بلا كردنشيان أوان درو دكا لبروي أقر بيتو وكو إنسان هر إنسانك كباون بالطبيعات ويا زۆربەی ئەگەر بێت دوور لە قیەمی ئیمانی ئەو ئینسانە کاتێکە شتێک دێتە سەرێ ئەگەر بەسیتیش بی بەهۆیەوە بابنێ ئازار بچێشی و پێی ناخۆش بی لەو حاڵتەی زۆر بە پەرۆشەوە لە خوای گەورە دەپاڕێتەوە کە لەسەری لا بداتن لە هەموو حاڵەتەکانی وەکو دەفەرمی لە درێژبوون و هەروەها لە دانیشتن و لە پێوەش ئیتر کاتێک کە پەلە دەکا لە هاتنی عەزاب و لە کاتێک کە عەزابی دادێ ئەوە حاڵیتی ئەوە بەڵگەیە لەسەرەوەی بەڕاستی لە پەلەکردنەکەی لە بۆ عەزاب ڕازگۆ نییە لەبەرەوەی ئەسڵەن ئیمانی پێ نییە. ئەبی حەیان دەڵێ وأيضا لما استدعى الكافرون حلول الشر بهم کاتێکەوە کافرەکان داوایان دەکرد کە عەزاب بێتە سەریان بەحساب پەلەی لێ دەکەن لەبەرەوەی قەناعەتیان پێ نییە وأنه تعالى لا يفعل ذلك بطلبهم. بەڵام الله تعالى بطلب داواكاري أوان أو عذابينان يتسريان بل يترك من لا يرجو لقاءه يعمل في طغيانه. بلكو أو كسيك بباور هو آواتي نية بقيشتن بلقاء الله تعالى. الله تعالى ليد قري لطغيان ولسربيتيكي خوي بردوان بي. يتلير دا بيّن شدة افتقار الناس إليه لو آتدا خوای گەورە بەیان دەکە کەوا خەڵکی چەندە محتاجن بە الله تعالى بە تایبەتی با بڵێن بە چاکەکار و بە خراپەکارەکانیان هەر هەمووی محتاجن بە خوای گەورە و بە ڕەحمەتی خوای گەورە سبحانه وتعالى حتى ئەو کەسێک کە من لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له حتى ئەو کەسێک کەوا ئیمانی بە لقا و بە زندی بوونەوەش نییە ئیمانی بۆش نییە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بگرێت بەردەست خوای گەورە لە حاڵەتی ناچاری و بێعیلاجی عینی پەنا دەباتە بەر الله تعالى لێ
فكل يلجأ إليه حينئذ لكاتنا خوشدا هر هموي پناد بنبر الله تعالى ويفرد بين القادر على كشف الضر هر هموي لو حالة دابا مسلمان بباورة قناعتي أنواك الله تعالى تنهى أوى دتواني ناخوش لسلاب ابن عاشور ضلع. وأيضا فإن هذه الآية عطفت على جملة ولو يعجل الله للناس الشر كاتو آيات لدواء آيات بيشو ترده كوا رب العالمين دفرمي ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير أجر الله تعالى فلبك لهاتني ياخذ لزي ذكرني دعاء خرافكان يان لسريان هر وكو فلدك لها لا زي ذكردني دعاء خير كان يان دليل لدواوي هاتيا لأن الغرض الأهم من كلتيهما دبروي مبستي هرجرنك لهورد حالتان هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين مبستكليريكوا فندو آموشجاري وربقري لو حالتنا لبارك ومشركة كان تيدانا تفضيعا لحالهم لما تصوير بكاتك الحالة السن خراب دانا أنا وتحذيرا من الوقوع في أمثالها وأروها لبو تحذير وآقادار كرنوي كوا نبا دائما بقكوين أو حالتاني كوا مشركة كان تيدانا بقرينة تنبيهة هذه الآية بجملة كواتا بتسيخ ويقول آقادار ما ذكا ضريبة بلقاء أوي كوا لكوتا يدفر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أبو الشيء ومسرف كان لبوها رازان درايت ولو كذا كذيكين فلما بين في الآيات السابقة وجه التأخير عذاب الاستئصال عنهم لآت رابردو كاتك وبياني كد لبرتسيخ ويقول عذابك نار تسريان كوا لرقوا رشار ودريان بيني وإرجاء جزائم إلى الآخرة وأخوة يقول السزاكان يعني بزيه اشتلبوا آخرة اللهم لو تجد بياني عندك بين في هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر وعندما يكشف الضر عنهم يتليرش خوي سبحانه وتعالى بيان حال مشركان دك لكاتنا خوش حاليا كوا لو حالتك وانا خوش لسلا هذاك يكوا كوات الهورد حالت كوا تحذير مام كاغادار مام كاتو كوا ايمش همان حالتي وان توشنين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما أي وإذا أصاب الإنسان الشدة والكرب كاتك وإنسان كان توشي شدتنا خوشي وتنقاندين اجتهد في دعائنا في جميع أحواله لو حالتي زور بپروش ودعاء ذكا والأخوة يقول دفارت ولا محارتكاني لو حالتي لسلاتنشته يان لدانشتنا يان لبيويا لتفسير سعد ضلي هذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو كاتلو آتدا رب العالمين باز لا طبعي إنسان ما له ذكاء طبعي إنسان بحالة طبيعي خوي أو هايا ابن عطية ضلي الضر لفظ لجميع الأمراض والرزاء في النفس والمال والأحبة كاتب إنسان توشي الضر دي ضر تسيا همو أو نخوشي وناخوشي أنا دقريتو كاتوشي نفس دي توشي مال دي وياخذ توشي خوشويستان دي كاتو الطبع إنسان واه بلام إيمان هاتية فروردي بكا أو نفسه أو طبعه علاز بكا بويك ولا همو حالتك فنابو الله تعالى ببا وهروها كسيت شكران بجير بنوك سبلبيتن لكاتي الشين يخوشي لبير بكا. لا تفسير راز دل فائدة ذكر هذه الأحوال لبرتسي خواهي قول باسي لو سي حالتك لا تنشتو لا بيو ولا دانشتان أن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضر فاتما بستكلير ذا كباسي لو سي حالتك رديك واتلا همو حالتيشي سلا تكيسان هل لو سي حالة بدني يعني لا تلسر بابن باري دايتو يعني وتلا دانشتان يعني وتلا بيو واتلا همو حالتيشي ببردوامي لا الله تعالى دا باريتو كأو حالتنا أخوشي لسلاب ده. أبي حيان ضل ابتدأ بالحالة الشاقة دعانا لجنبه وهي اضطجاع وعزه عن النهوض وهي أعظم في الدعاء وآكد كواتا أبي حيان ضل إخوائي يقول سبحانه وتعالى باس لو إنسان ذكر لها مو حالتك لإخوائي يقول باريتو كاتك وابنا خوش بس بتايبتي بويد سبيكر كاتك ولا سب تنشتو ياخذ ولا سبشتو باري دات وتا لحالتك كانت واني هلستيتوش هر هانا لبو إخوائي يقول دبا فاشان لحالتك دتواني هلستو بلام تنها دادنشي ناتواني هستو سربيان
و لە حاڵەتی سێمیش لەسەر پێیانیشە بەڵام ناتوانی بڕوا کەواتە باز لە حاڵەتەکانی ناخۆشی دەکە کەەوە بە ناخۆشترینیان دەست پێ کرد کەسێکەوە لەسەر پشتە ناتوان هەڵبستەوە دوای پاشان کەسێک هەڵدەستەوە دادەنشی بەڵام ناتوانانی هەستەوە سەر پێ یاخود لەسەر پێیانە بەڵام ناتوانی بڕوا ئیتر لە هەموو حاڵەتەکان ئینسانە هانا دەبا لە بۆ الله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أي فلما فرجنا عن الإنسان المضطر واستجبنا دعاءه كاتك وأخوي قولا لو ناخوش أو إنسان درديني دعاكي قبول لك استمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي لسان دقريته بردوام دبي لكفر ولمعصية سلبيتي ونسي أو تناسى ما كان فيه من الشدة ولم يتعد بذلك ولم يشكر كاتك وحالة أخوشك بس لسلاتين أو إنسان لبير دكيان لبير خوي دباتوا كوالا سحارتش ناخوش دابو كو خوي قول بهاناي داهته أو فندي ورناقري وشكران بجيريجناك كأنه لم يدعنا إلى رفع ما أصابه وها هرسكو دكا كأنما ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو لە خوای گەورە نەپاڕایتەوە خوای گەورەش بەهانایی نەهاتیە لە تەفسیری رازی دەڵێ ما بس لو آتى بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء ما بس لو آتى ويكوا أو إنسانا لحالتي بلا مصيبتي السري براستي صبري كما ولكاتي خوشي ولكاتي نازل نعمتيش قليل الشكرة براستي كم شكران بجيري دكا فإذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء كاتك واتوشي ناخوشي ده أو جا هانا لبخواي قول دبا لمحارتشي لسر تنجبي لسر لدانشتن بياخو لبيوبي وزوريج بجدي زور بپروشو أو دعاء دكاتن لخواي قول دباريتو كأو محنة ناخوشي لسر لابداو خۆشی بینتە سەری بەڵام کاش دەکەوە خۆی گەورە خۆشەکە دێنتە سەری پشت لە خۆی گەورە دەکەوە شکرانە بژێری ناکە پند و ئامۆژگاری لەو حاڵەتە وەرناگری قدر و قیمەتی ئەو ناز و نعمەتەش نازانیتن وصار بمنزلة من لم يدعو الله تعالى لكشف ضره ئیتر وای لێ دێ وكأنما قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان لە خۆی گەورە نەپاڕایتەوە کەوا ناخۆشیەکەی لەسەر لابدا وذلك يدل على ضعف طبيعة الإنسان واتو حالتش بريتي لا بلغ لسرويك أو إنسان طبيعته لاوازي هي وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه وهو بلغ لسروي أو إنسان دائما غفلة الشهوة لسري ظالا وإنما ذكر الله تعالى ذلك لو الله تعالى واشتباس كده تنبيه على أن هذه الطريقة مذمومة تاوكتي ما مقيم راسي أو جور خلص كوتا پارانە و لە کاتی ناخۆشی و لە بیرکردنی الله تعالى لە کاتی خۆشی شتێکی خراپە بل الواجب على الإنسان العاقل واجب لەسەر ئینسانی عاقل و خۆشمەند کەوا لە کاتی ناخۆشی سەبر بگری لە کاتی خۆشی و ناز و نعمەت شکرانە بژێری بکە ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة في وقت المحنة وتأصل بها الإنسان لە کاتی شێنەیی و خۆشیشدا هەر بزانی کە محتاج بەخوای گەورە لی بپاڕێتەوە تاوەکو لە کاتی ناخۆشیدا خوای گەورە دوعاکانی قبول بکە ابن عطية دڵێ هذه الآيات أيضا عتاب على سوء الخلق من بعض الناس کاتۆ ئاتە گلەیکردنە لە کەسانێک کەوە خۆڕەوشتیان خراپە ئەوانەی کەوە ومضمنة للنهي عن مثل هذا وهروها ئەوەی لە خۆگرتێکەوە کەوە لە ناوە خۆی ئەو ئاتە ئەوەی لە خۆگرتێ كواه النهي ما عندك لو حالته أوها نبين والأمر بالتسليم إلى الله تعالى والضراعة إليه في كل حال وفرمان ما بيدك وآتا كوالهمو حالتك فناب ولاي الله تعالى ببين والعلم بأن الخير والشر منه لا رب غيره وبزان كوا خير خوشي وهروها مصيبته بلا هرهم إلى لا أو سبحانه وتعالى هس پروردگارش كنيه وبنا لبو أو ببين تنها وتنها إتلك وتايد فرم كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون أي كما زين للإنسان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء كوات هر وكو رازان رايت لبو إنسان لكاتي ناخوشي دعاء دكاو لكاتي خوشيش بشتي دكا وهروها بردوان بوين لسر أو حالتا لسر كفران نعمو شكران بجير نكردني
پاشۆکەوە ئەو حاڵتە ناخۆشە لەسەر لا دەکەوی بەو شێوەیە زوینە للكافرين المجاوزين الحد في الكفر والعصيان ما كانوا يعملون في من ذلك کەواتە هەروەکو طبع ئینسان وایە ئیتر بەو شێوەیەش کافرەکان لە بۆیان ڕازاندرایتەوە بەو شێوەی کەوا ئەو حاڵەتیان بەسەردا دێ و كفر و عصيان و سەرپێچیان لۆ ڕازاندرایتەوە. ابن عاشور دەڵێ والإشارة إلى التزيين المستفاد هنا كاتب زين وهو التزيين وإعراض عن دعاء الله في حالة الرخاء كواتا تسيان لو رازان درايتوا أوان لا رازان درايتوا كوا بجد لخواي جورب كان لكاتي خوشي بجد لخواي جورب كان لكاتي خوشي أوان لو رازان درايتوا شو كان دلي أو تزيين ورازان نويان لجهة الله تعالى لبروي على طريق التخلية وعدم اللطف بهم لبروي إنسانا كبشتي لخواي جورب كذا إتر خواي جوراش ئەو هالوی دەڕازێن تۆکەوە بەردەوام بی لۆ پشتێکردنەکەی لەبەرەوەی خوای گەورە تەوفیقی ناکا و مستحق نییە بە تەوفیقکردن و یارمەتیدان بەڵکو تەخلیەی دەکا وازی لێ هینایە کاتەیان تەزیینەکە لای ئەڵڵا تەعالایە لەبەرەوەی ئەو کەسە بەخۆی پشتی لە خوای گەورە کرد ئیتر خوای گەورەش وازی لێ دەین و لۆی دەڕازێنتەوە لەو حاڵەتە خراپەی کە تێیدا یانەوە تا ئەو تەزیینە لەلایەن شەیطانەوەی بۆی وەسوەسەی لۆ دەکا کەوا ئەو حاڵەتە خراپەی لۆ دەڕازێنتەوە یان لەلایەن نفسي أمارة بالسوء كوا دائما خرافي لو ترازين توا. ابن عطية دلي لفظ التزيين جاءت في القرآن بهذين المعنيين إتر دلي التزيين للقرآن بيروس بهردمان هاتي القرآن بيروس يعني لفعل الله تعالى هندك زاج ديدات بار شيطان كواتا أوي بار ديدات بار شيطان لبوي كوا فعلا دائما شيطان أوي كاري خرافة لبو إنسان كان دي رازين توا كذا ديت بار الله تعالى لو حالتي أو إنسان بخوي مستحقة يأخذ وكو ابتلاء وتاخكنوي خوي يقول مثلا خوش كان دنيا غازاندي تو تاوكو بزين إمت سندي صبر دق البرامر بو خوش أنا ويأخذ لنتيجة ويكو إنسان بخوي بشتي لخوي سبحانه وتعالى شاني أوانية كخوي يقول توفيق بك يتر لو حالته بوشي ولو درازيني تولى بروي شاني توفيق خوي يقولني والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون